السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه طلاب الصف الرابع الابتدائي؟ يا رب تكونوا بخير. خلاص يا ابطال، فاضل 5 ايام و4 ايام والدراسة تبدأ ان شاء الله. النهاردة هنشرح اول درس، وهو درس ايه؟ الماء سر الحياة. درس الماء سر الحياة. بصوا بقى، خلينا متفقين اتفاق مع بعض. طول فترة ايه اللي انا هشرح فيها كل المنهج بتاع سنة رابعة او سنة 5 او سنة 6 او اي منهج انا هشرحه، بس انا دلوقتي بقول بالاخص طلاب الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي. احنا المنهج الجديد كله قراءة متحررة. يعني المنهج الجديد كله بيعتمد على القراءة المتحررة. يعني ايه قراءة متحررة؟ يعني مش هاجي اقول لك احفظ اسئلة، ده نهائي، ده نمسحه من دماغك، ومفيش حد بقى يحفظ اسئلة. انا كل المغزى اللي انا هديهولك في القراءة المتحررة او الدرس اللي هشرحه النهارده بتاع الماء سر الحياة، وهحل ان شاء الله تدريباته، وهشرح الدرس كمعرفة فقط. وانا اللي عايزك منه اللي انت تفهم معاني الكلمات اللي انا هقولها وتخليها معاك، عشان المنهج الجديد بيعتمد على المفردات. المفردات اهم حاجه، اللي انت بيكون عندك حصيله مفردات. بس ده ملخص سريع على اللي انا بقوله، عشان محدش يقول انا هحفظ او انا هعمل اي حاجه. واي حد يقول لك احفظ قول له لا شكرا، مفيش حفظ. يلا بقى نبدا في الدرس الجديد اللي هو الماء سر الحياه. بصوا بقى، هو الدرس الجديد بتاع الماء سر الحياه بيتكلم عن ايه اصلا؟ هو جاي من اسمه الماء سر الحياة. اللي احنا بنعرف، لازم نعرف قيمة أو نعمة المية. نعرف ايه نعمة المية اللي عندنا. الدرس بموجز أو بشكل سريع بيتكلم عن ايه. هو بطلة القصة بتاعتنا اسمها ايه؟ سميرة. وهي كانت صاحبتها اسمها علياء. فهي صاحبتها اسمها علياء فازت بالمركز الأول في مسابقة. فسميرة هي وأصدقائها قالوا ايه؟ يعملوا لها حفلة، يعملوا لها مفاجأة في عيد ميلاد، يعملوا لها مفاجأة في بيتها. وهم اتفقوا مع مامتها اللي هي لما علياء ترجع البيت تتفاجئ بايه؟ بالحفله دي او المفاجاه دي. فهي سميره من النوع اللي هي بتحافظ على الميه، او البيت عندها اللي هم بيعلموها اداب ازاي الحفاظ على الماء، اللي هو ترشيد الاستهلاك بتاع الماء. يعني انا هستخدم الميه او الماء عندما ايه؟ احتاجه، ولما ما احتاجوش خلاص بقفل الميه وخلاص، عشان ايه؟ اوفر استهلاك الميه. فهي سميرة لما راحت الحفلة عند صديقتها علياء، صاحبتنا سميرة بقى، ايه اللي حصل لما راحت الحفلة؟ لقيت صحابها بيلعبوا ببالونات المية وبيهدروا في الماء بطريقة كبيرة جدا، اللي هو بيحصل فيه إسراف في الماء. إسراف اللي هو مثلا بالونات مية بيحدفوا على بعض، بيفتحوا المية على يعني على أي وقت وخلاص. فهي مش متعودة على كده، هي متعودة اللي هي بترشد الاستهلاك. انا مثلا انا استخدمت المية في وقت معين، خلاص هقفل، مش هسيب مثلا صنبور الماء بتاع او حنفية المية هسيبه وامشي، يعني هو سايبه مفتوح وامشي. لا، هي متعودة مثلا انا خلصت استهلاك، مثلا انا بغسل ايدي، مثلا انا خلاص غسلت ايدي هقفل الحنفية وهمشي. لا، هو لقيت صحباتها كلها او كل اصدقائها اللي هناك مش بيعملوا كده خالص، وبيعملوا اسراف في المية. فهي رجعت مندهشة او رجعت اللي هي متضايقة. ولقت وقعدت مع والدتها، فهي والدتها بتقول لها في ايه يا سميرة؟ فهي الاول ما رضتش تتكلم، فقالت لها ايه مامتها؟ انا فهمت كده، انت متضايقة ليه؟ فقالت لها انا كل صحابي لقيتهم هناك اللي احنا ايه عاملين يعملوا اسراف للماء. بيعملوا ايه؟ اسراف للماء. وانا مش متوقع، وانا مش متعودتش على كده، او متعودش ان انا اللي هما في اسراف في الماء كده. دلوقتي يا حبايبي هنشوف الدرس بشكل تطبيقي، اللي احنا هنقرا الدرس وهنطلع منه اهم المفردات. زي ما انا قلت لكم، ده اهم حاجه بيكون اهم حاجه عندي في اي درس، سواء كان سواء كان نص استماع، نص معلوماتي، نص شعري. ده اهم حاجه عندي في اي درس احنا ايه هنقراه هناخده باذن الله، بيكون المفردات. ده طبعا ملناش دعوه بالكتابه السرديه او النحو ده والكتابه السرديه ده في حته تانية خالص. يلا عشان نقرا الدرس سوا وهنطلع منه كل حاجه باذن الله. بيقول ايه؟ واخيرا جاء اليوم، كم انا متحمسه. يعني ايه متحمسه يا حبايبي؟ انت عارف لما تكون متحمس تعمل حاجه تبقى ايه؟ عندك ايه؟ متشوق او راغب، يبقى معنى متحمسه يا حبايبي عندي متشوقه او ايه؟ او راغبه. طب عكس واحد متشوق وراغب عشان يعمل حاجه، متكاسل او متهاون. يبقى انا عكس متحمسه، متكاسل او متهاون. قالتها سميره عندما سمعت جرس المنبه فاستيقظت مسرعه. مسرعه معناها عندك مش موجوده في الكتاب.
بس انا هقول لك معناها. مسرعة عشان عايز تلم اكبر مفردات. مسرعة يعني سريعة او بشكل سريع، وعكسها ايه؟ بطيئة. وذهبت الى والدتها وهي تقفز فرحة قائلة. يعني ايه تقفز؟ تقفز معناها يعني ايه؟ تنط. تقفز معناها ايه؟ تنط. طب برضو عكس تقفز دي مش موجودة عندك. تقفز عكسها ايه؟ واحد بيتنط، التاني ايه؟ يجلس او يهبط. يبقى انا عكس تقفز ايه؟ واحد بينط، التاني ايه؟ يجلس يهبط. ده عكس تقفز. فرحة. فرحة يعني ايه؟ فرحة يعني سعيدة. فرحة يعني ايه؟ سعيدة. عكسها ايه؟ حزينة. يبقى معنى فرحة سعيدة، وعكسها ايه؟ حزينة. وهي دي، هي ده ضمير ايه؟ لو فاكرين يلا معايا. هي ده ضمير غائب. هي ده ضمير ايه؟ غائب للمفرد المؤنث طبعا. قائلة اليوم يا أمي، جمع اليوم الأيام. أخيرا قد جاء اليوم. جاء دي معناها مهم جدا، مش موجود عندك في الكتاب. جاء معناها إيه؟ أتى. جاء معناها أتى، وعكسها انتهى. وعكسها إيه؟ انتهى. معنى جاء أتى، أتى اليوم. عكسها إيه؟ انتهى. ابتسمت الأم وقالت. معنى ابتسمت ضحكت. ابتسمت يعني إيه؟ ضحكت. عكسها إيه؟ عبست. عبست. المعنى ده مختلف ومش موجود عندك في الكتاب. انا بديك معاني ازيد عشان الامتحانات قدام، مش دلوقتي خالص. يبقى ابتسمت ايه؟ ضحكت. وعكسها ايه؟ عبست. وقالت نعم يا بنيتي، فأنت تنتظرين هذا اليوم منذ أسبوع. جمع أسبوع أسابيع. جمع أسبوع إيه؟ أسابيع. وأعددت كل شيء له. يعني إيه أعددته يا حبايبي؟ أعددته كلمة دي يعني إيه؟ حضرته أو جهزته. معنى أعددته إيه؟ حضرته أو جهزته. زي مثلا إيه؟ والدتك بتعد الطعام، يبقى والدتك إيه؟ بتجهز الطعام. نعم يا أمي، فأنا أفتخر بصديقتي. أفتخر إيه؟ عارف لما أنت تكون فخور بحد قوي؟ يعني أنت بتتباهى بيه. معنى أفتخر يعني إيه؟ أتباهى. معنى أفتخر إيه؟ أتباهى بصديقتي علياء، حيث فازت. فازت يعني انتصرت. فازت يعني ايه؟ انتصرت. وعكسها ايه يا حبايبي؟ عكسها انهزمت. فازت يعني انتصرت، وعكسها ايه؟ انهزمت. بالمركز الاول. جمع كلمة الاول المركز المراكز، وجمع الاول الاوائل. ركزوا معايا في اللي انا بقوله في المفردات. في بطولة السباحة. بطولة ايه؟ جمع بطولة بطولات. ومعنى كلمة بطولة يعني مسابقة. معنى كلمة بطولة ايه يا حبايبي؟ يعني مسابقة. وها نحن الآن نجهز لها حفلا بحديقة بيتها. بنجهز لها حفلا ايه؟ بحديقة بيتها. معنى كلمة حفل يعني احتفال. معنى حفل يعني ايه؟ احتفال. وجمع حفل حفلات. فقد أعددنا البيت. طبعا جمع بيت بيوت. والطعام. جمع الطعام الأطعمة. والحلوى. وأحضرنا الهدايا. وعندما تعود من بيت جدتها ستتفاجأ بكل شيء. يعني دلوقتي هي اصلا زي ما انا قلت عليها ما كانتش تعرف حاجه. ستتفاجأ بكل شيء. شيء جمعها اشياء. وتعود معناها ترجع، وعكسها ايه؟ تذهب. احتضنت الام بنتها سميره قائله احسنت يا بنيتي، فهذه هي الصداقه الحقيقيه. فهذه هي الصداقه ايه؟ الحقيقيه. نكمل مع بعض. عادت سميره من الحفل وعلى وجهها علامات الاحباط. وهي على وجهها علامات ايه؟ الاحباط. علامات معناها مهم، معناها ملامح. علامات معناها ايه؟ ملامح. اكتبوا معايا يا حبايبي من على المعاني دي عشان مش موجوده في الكتاب. علامات معناها ايه؟ ملامح. الاحباط يعني اليأس. واحد يبقى محبط كده، ما عندوش عايز حاجه يعملها، او مش عايز يعمل حاجه، اسمها يأس. معنى الاحباط ايه؟ اليأس. واحد عنده يأس، التاني عنده ايه؟ عكس اليأس ايه؟ الامل. عكس اليأس ايه؟ الامل. فتعجبت امها وقالت ماذا بك؟ هل حدث مكروه؟ مكروه يا حبايبي يعني ايه؟ شر او ضرر. معنى مكروه يعني ايه؟ شر او ضرر. ومعنى عكس مكروه يعني ايه؟ خير. عكس مكروه ايه؟ خير. بالحفل هل ضايقك احد؟ ردت سميرة لا يا امي، فلقد سعدت علياء كثيرا وشكرتنا، وكان الحفل مليئا بالفقرات والايه؟ والالعاب. معنى مليئا يعني ممتلئ. معنى مليئا ايه؟ ممتلئ. وعكسها ايه؟ فارغ. يبقى معنى مليئا ايه يا حبايبي معايا؟ ممتلئ. وعكسها ايه؟ فارغ. ردت الام مندهشه، يعني مامتها مستغربه. طب انتي رحتي الحفل ومبسوطه وكل ده، طب ايه اللي خلاها ترجع متضايقه؟ يبقى معنى مندهشه هنا يا حبايبي ايه؟ متعجبه او متحيره. يبقى معنى مندهشه هنا عليها معنيين.
متعجبة أو أو متحيرة. إذا لماذا يبدو على وجهك الحزن؟ يبدو يعني يظهر، يعني واحد يبدو على على وشه، يعني مثلا يبدو على وشه ملامح الحزن، يعني بيظهر لما انت مثلا في البيت، مثلا بابا يجيب حاجه حلوه، ده انا كده مبسوط بضحك، يبقى انا وشي ظهر على وشي ملامح لا مبسوط. طب انا لو حزين ادي وشي مثلا برضو بيظهر عليه ملامح الحزن، يبقى معنى يبدو يظهر، وعكسها يا حبايبي؟ يختفي. على وجهك ملامح الحزن. في الحقيقه يا امي انا منشغله البال وافكر. قالت الام فيما تفكرين؟ أجابت سميرة: رأيت اليوم العديد من السلوكيات السيئة. السلوك، عشان الكلمة دي مهمة برضو، وفي كلمات كتير أنا بديها لك عشان مش موجودة في الكتاب. معنى السلوكيات يعني التصرفات. معنى السلوكيات التصرفات. من أصدقائي تفاجأت بما حدث. لقد كان هناك عدة مسابقات وألعاب. وألعاب، لكنها كانت ألعابا مليئة، ألعابا مائية، حيث استخدموا خراطيم المياه للرش على بعضهم. شايفين بقى هنا ازاي سميرة شايفة ازاي هي متعودة في البيت اللي هي بترشد استهلاك الماء، وصحابها عملوا اسراف في الماء او بيرشوا المية على بعضهم او بيستخدموا الماء بشكل غلط، وهم ما يعرفوش قيمة المية. عشان كده سميرة رجعت منزعجة. يبقى انا ليه عرفت سميرة رجعت منزعجة؟ اللي هم اصحابها مش بيعرفوا قيمة المية كويس، وبيستخدموها اللي هو بيعملوا فيها اسراف في المياه، ومش بيستخدموها بشكل صحيح. ولعبوا بالبالونات المملوءة بالماء أيضا. واحضروا العديد من الجرادل. مفرد الجرادل جردل، للجري بها ونقلها من مكان إلى مكان. جمع مكان أمكنة أو أماكن، الجمع ده مهم. وبالإضافة إلى أماكن بها ماء وصابون للتزحلق عليها وللعب بها. نكمل. قالت الأم: لقد فهمت الآن. أنت توقعت أن ما يحدث في بيتنا من ترشيد الماء وعدم الإسراف في استخدامه يتم في كل البيوت. يبقى أنا كده بقى المكان ده أو الجزء ده أنا عايز أقف عنده. سميرة متعودة في بيتها؟ اللي هي تستخدم الماء بشكل صحيح، أو عندما تحتاجه. لما أحتاج المية هستخدمها. لو هو بترشد استهلاك الماء، مش هسيب مثلا الحنفية زي ما أنا قلت في أول الفيديو وأمشي. عشان كده هي رجعت منزعجة. وفعلا المفروض نهتم بضرورة ضرورة الحاجة دي في بيوتنا ونعملها في أي وقت. معنى ترشيد. ترشيد يعني ترشيد الماء بقى؟ يعني تنظيم أو اقتصاد. يبقى معنى ترشيد تنظيم أو أو اقتصاد. وعكس ترشيد، واحد بيرشد الاستهلاك في حاجة، التاني بيصرف فيها. يبقى عكس ترشيد الماء إسراف. يبقى عكس ترشيد إسراف. وعدم الإسراف في استخدامه. يعني الإسراف؟ معنى الإسراف، كلمة الإسراف نفسها يعني أنت بتتجاوز عن الحد في استخدام الشيء. تتجاوز عن الحد في استخدام الشيء. يعني أنا بستخدم مثلا كوباية مية، مثلا بستخدم، أنا باكل مثلا حوالي، مثلا المفروض لينا 3 طاقات، فطار غدا عشاء. مثلا أنا مثلا باكل بال10 مرات في اليوم. هو أنت كده يعني طبيعي اللي أنت بتاكل بيه، ولا أنت ممكن تكون بتصرف أو بتاكل بزيادة عن اللزوم؟ يبقى احنا المفروض طبيعي بنرشد الاستهلاك. انا مثلا بنور طبيعه مثلا انا بستخدم الحاجه اللي انا مثلا بحتاجه. هل لو انا زدت عن الحاجه بتاعتي بطريقه كبيره جدا، ده كده اسمه ترشيد استهلاك ولا اسراف في الماء؟ لا، اسمه اسراف في الماء في كل البيوت. لكنك فوجئتي بتصرفاتهم. اجابت سريعا: نعم يا امي، فلماذا تصرفوا هكذا؟ فالماء نعمه. معنى كلمة دي نعمة ليها عكس. ايه العكس بتاعها؟ عكسها نقمة. يبقى عكس كلمة نعمة نقمة، وجمعها نعم. يبقى عكس كلمة نعمة نقمة، وجمعها نعم. علينا أن نحافظ عليها، فبدونه لا نستطيع العيش، وبإسرافنا فيه سينفذ ونهلك. يعني ينفذ؟ يعني ينتهي. معنى كلمة ينفذ يعني خلاص بينفذ، هينتهي. وعكسها يبقى. ونهلك جميعا. كلمة نهلك يعني نموت. نهلك معناها نموت. وعكسها نعيش ونحيا. يبقى معنى نهلك نموت، وعكسها نعيش ونحيا. ردت الأم بتأكيد: يا بنيتي، لكن للأسف هو جهل بخطورة الإسراف. هو جهل بخطورة الإسراف، وليس بسوء تصرف عن قصد. عن قصد يا حبايبي يبقى عن عن عمد. دخلت سميرة غرفتها وهي تفكر كيف تنشر الوعي بأهمية الماء. أحضرت ورقة وقلما وبدأت تدون كل ما جرى
وخطتها لنشر الوعي بين أصحابها. يعني إيه يا حبايبي تدون؟ يعني أنا بدون حاجة، أنا بكتب حاجة، يبقى أنا إيه معنى تدون عندي؟ ليها معنيين. تسجل، يعني هي تسجل معناها تكتب، وإيه يبقى أنا تدون ليها معنيين، تسجل وتكتب. وإيه وأطلقت عليها حملتها. أطلقت يعني سمتها. يعني إيه أطلقت على مثلا بطلق على حاجة مثلا اسم، معناها إيه سمت. لا تصرف فيها الماء، يبقى الحملة التوعية اللي هي عملتها اللي هي إيه اللي هي لا تصرف في استخدام إيه الماء. أو مساعدة والدتها قامت بعمل حملة توعية للأهل والأصدقاء حول أهمية إيه الماء في حياتنا، وكيف نحافظ عليه ونقلل من إهداره. يعني إيه نحافظ؟ معنى نحافظ دي يعني نصون، معنى نحافظ إيه نصون. وعكس كلمة نحافظ يعني إيه يعني نضيع. فهل يا ترى ستنجح حملة سميرة في تحقيق هدفها؟ وهل ستتمكن من تغيير التصرفات الغير سليمة؟ انتوا يا حبايبي رأيكم ايه؟ قولوا لي كده في الكومنتات في الآخر حاجة. هل سميرة فعلا هتنجح في حملة التوعية اللي هي عملتها ولا لأ؟ يلا. وبكده يا حبايبي خلص الفيديو بتاعنا. وزي ما قلت لكم أهم حاجة ان انتوا تركزوا في أهم المفردات في كمعاني، مضادات، مفرد، جمع. ده أهم حاجة تخصني في أي درس أنا هشرحه. وإن شاء الله استنوا مني حالة تدريبية كتاب الأضواء عن درس الماس السر والحياة. ان شاء الله انا بنزل فيديو منقسم، فيديو للشرح وفيديو للحل، عشان اللي عايز يتفرج على الفيديو ده لوحده او يتفرج على الفيديو ده لوحده. يلا تنسوش الاشتراك، فعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وسيبوا لي تعليقاتكم في الكومنتات لو في اي حد عنده اي تعليق يقوله لي. يلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معاكم مستر محمد كرم في قناة هنذاكر سوا.